بسم الله الرحمن الرحيم. لسه ما خلصت الصلاه في الجامع ما اطلع ابص على النتيجه. ايه ده يا غالي؟ ده الاهلي كسبان واحد لسه ماتش بادئ. هو ايه ده يا جدعان؟ الاهلي كسبان في اول دقيقتين. مش حد قاعدك في الصلاه لساني بيلوح الدعوه ولا ايه؟ الصبح ده اصلا ما جاش بيلعب في الزمالك ليه مش عارف انا. ما رحناش بهجمتين على الجول. هتيجي يا عم شوط في البعيده يا عم نمار. التعادل راح. الباكات مالها؟ مفيش هجمه طول الماتش كله ما شطناش على الجون غير شوطه واحده. لا 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 ما شوتش يا لهوي على الجون الثاني. هو حسين الشحات في ميتين ازمه معاه وانا ما اعرفش كالعاده. انا والله ما هكلم ليه عواد ما بيلعبش وملعب صبحي؟ هو ماسك زل عليهم 3 دقايق وقت والله يعني مش كتير، خليهم نص دقيقه حلو احنا راضيين والله. عندي احساس ان الثالث هيخش الثالث داخل. احساسي ليه ما بيجيش مع الزمالك كده انا مش عارف. علي معلوم تاني علي معلوم تاني انا فاكر النتيجه دي بتاعت 5-3 دول حط الزغلول لازم. هو معلول ده تخصص زمالك ما شاء الله. كل جون يخش في الزمالك اسوريو والمدرب بتاع الزمالك يطلع ورقه وقلم كده ما اعرفش بيذاكر ولا بيراجع عنده امتحانات ثانويه عامه ده ولا ايه. يا عم انت بتذاكر ايه؟ نفسي اشوف حاجه من اللي تكتبها دي تتنفس في الملعب. الشوط الثاني ربنا يستر بدايه مشرقه بالتفاؤل. يا مسهل الشوط الثاني بدأ مش عايز سكور. الحمد لله كهربا ماشيه بغير ما دخل فينا جوال الحمد لله. هينزل بقى شريف يدخل فينا جوال. يا مسهل الحال يا رب. جور منتدى ولا ايه؟ يعني دي نسميها غتات يا عبد المنعم. ما تسيبنا نشوت يا حبيبي ونفرح يا حبيبي. ما انت كده هتدخل الخامس. اللهم الثاني عقبال الثالث اللي هو ازاي ما اعرفش. كان جون في الدقيقه 67 لو دخلنا جون ثاني مش عايز حاجه ثانيه من الدنيا. انا الضغط ده مش برتاح له. هو ده الاهلي يديك الامان والشرف اللي انت خلاص كينج اوف ذا ملعب. مره واحده ياخد منك الامان والشرف وتخرج بلبوسه من الملعب. صعبان على لذيذ والله العظيم. بيلعب بطوله في الفرقه ما في حد يساند معاه. ما لو في حد بيلعب معاه بقدره كده حسين الشحات في الناحيه الثانيه والله العظيم لو كنا شايلنا الاهلي استغفر الله العظيم يا رب بتاع 2-3 كمان كان زماننا متعادلين حتى على الاقل. اهو ليه جيب اللاب بيلعبوا في الملعب. لا 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 اطلع يا صبحي صد. الاهلي دخل الربع الحمد لله. حسين الشحات نزل بالك زيري لو شمعت هتروح جون. دعدي شويه الجون الثاني راح. يعني هي دي ما كانش ينفع تنزل تحت 2 متر شويه كانت شايف في السقف لما الاهلي كان داخل الجول. عارضه تاني او مزيد كل ما يدين ماتش يلعب مع الاهلي لازم عارضه. دقيقه 85 و3-1 للاهلي. وفي ضغط من الزمالك بصراحه بس كان فين من الاول؟ ما كنت ضغطته من الاول. يا اللهم جون يا رب. ايه جون؟ عارضه تاني عشان لما انقهر واحس بشلل الرباعي منكم. هو انت في ايه؟ ايه حبك مع العارضه؟ كورتين في العارضه بدقيقتين ورا بعض. ايه؟ ما توسع شويه كده شويه وتخش جون. ما الاهلي بتخش. عندي احساس ان الاهلي اللي هيدخل جول في الدقيقه الاخيره او الدقيقه بلس 90 كالعاده يعني. بلاش صبحي يتشاط عليه كوره بالله عليكم. لو في ثلاجه نشط عليها هتخش جون عادي جدا. مش عايزين الرابع يخش فينا. الدقيقه 90 اهي 6 دقايق وقت ما ضاع. ما لهمش لازمه يا حكم. ما تصفر 3-1 حلو انا راضي بيهم والله. مش عايز الرابع يخش والنبي. ليه هو دي الرابع دخل ليه 6 دقايق؟ ما كان نص دقيقة حلو. لازم تحرقوا دمنا يعني. انا عامل حساب ان الرابع هيخش. انا عامل حساب ان في سكور هيحصل. هي ليله سوداء مبدئيا نفس الليل. شاح الشغل لمده اسبوعين قدام. شريف مخيف. انا عامل حساب انه هيدخل جول. ما طبيعي مش قدام الزمالك. يا رب الحكم بيصفر مش عايز الخامس يخش. يا لهوي 4-1 ده ما عملهاش مع اي فرقه في الدوري. ايه الخامس هيخش عادي. اتوقع مع الزمالك اي حاجه والله. الحمد لله. انا عامل حسابي اصلا ان في جون في الدقيقه 90 هيخش. ما تصفر يا حكم وراها اعضائنا يا حكم. كده احنا دمنا اتحرق خلاص. صفر بقى عشان ايه؟ كفايه حرق دم. صفرت يا حكم الحمد لله. 4-1 بس رضا. لا امشي بقى كده ما اشوفش وش امك لمده اسبوع. امشي بقى الجو حر.